عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنا لايف. اليوم غادي نقوموا بتحضير وصفه ميني حريشات او حريشات صغار مالحين بالزعتر والزيتون الاسود ومحشيين بالفرماج الابيض او الجبن الابيض. خليكم معايا باش نتعرفوا على الطريقه ديال التحضير وكذلك المقادير اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نديروها، غادي نحتاجو هنايا اناء اللي يكون شويه كبير، غادي نديرو فيه نص كيلو ديال السميده رقيقه، غادي نرملوها بكاس ديال الزيت المائده، نخدموها هكا بيدينا حتى كنحسوا بانه راه السميده كاملها مرمله بالزيت اللي دايرين. بعد ما ترملت هكا السميده رقيقه بالزيت كاملها، كنحسوا بانه جميع الحبات مغطيين بزيت المائده. غادي نضيفوا الخميره ديال الخبز هكا حبيبات، اولا تقدروا ديروا خميره الخبز العاديه، نصف ساشي ديال خميره الحلويات، معلقه فقط من سنيده والملحه. ما غاديش نكثروا من السنيده لانه اصلا هما مالحين. دابا غادي نضيفوا في المنسمات اللي هما 2 معالق كبار من الزيتون يكون هكا مقطع طريفات، نضيفو في الزعتر معلقه كبيره، نحكو هكا بيدينا مزيان، نضيفو الحليب، نخلطو، وديك الساعات باش تجمع لينا مزيان غنخلطو مزيان، وديك الساعات باش تجمع لينا مزيان غادي نبداو نزيدو شويه بشويه في الماء عادي. دونك دابا غادي نبدا نضيف في الماء، كنزيدو في الماء حتى كنحسوا بها هكا خفيفه بين يدينا، حيت ما نساوش انه غادي نخليوها تخمر واحد شويه ونيت هذاك السميد كيطلق، يعني غادي نقدروا اننا نشكلوا منها كويرات باش نديروا الحراشات ديالنا الصغار. دونك غادي نغطي عليها دابا تقريبا واحد 4 ساعات هكاك تخمر، وهذيك السميده تطلق مزيان، ونعاودو نرجع لكم من بعد. الان بعد ما وجدت العجينه ديال الحراشات الصغار فكتولي على هذا الشكل، كندهنوا يدينا، كنرشوا على يدينا عفوا شويه ديال السميده رقيقه، كناخذوا واحد الكميه بحال هكا، نحاولوا اننا نبسطوها مزيان على شكل دائري، ونديروا الفرماج في الوسط. انا اختاريت انه ندير الفرماج هكا مثلثات، اختاريت انه ندير الفرماج مثلث، نقطعو هكا قطع. تقدروا ديروا الفرماج اللي كيكون هكا في كيتباع في البواطات كذلك. دابا بعد ما جمعناها ودفنا هذوك الفرماجات غادي ناخذوا هذا غير فقط الغطاء ديال واحد القرعه. تقدروا تخدموا بالقطاعات، لكن الا ما كانش ديروا هاد القضيه اللي درت انا،
ونحطو فيها الحريشات. راه نفس الطريقه نفسها هي اللي خدمت بها الحريشات اللي هما حلوين اللي منسمين بالبرتقال ومصايبين بالحليب. كتكون الحريشه على هذا الشكل. ملي كنبسطوها هكا مزيان فحنايا كنحطوها في مقلاة تكون ثقيله وسخونه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. ودائما هنايا في القاع الا كنتو غادي تخدموا بالغطاء ديال شي قرعه ديروا السميده يديكم كذلك باش ما تلصقش لكم. حاولوا نبسطوا مزيان باش هكا نقدروا نديروا فرماج في الوسط. ونجمعوا. نحطوها ملي كنقلبوها كتولي على هذا الشكل. دوك نستمر على هذا الشكل حتى نكمل جميع الحريشات ونعاود نرجع لكم من بعد. كنخليوهم يتحمروا هكا من كل جانب غير فقط شويه. وطبيعة الحال النار تكون هادئة بزاف، يعني نقصوها الى اقصى درجة باش يطيبوا على خاطرهم بلا ما يتحرقوا لينا. نستمر على هذا الشكل حتى نكمل حريشات الزيتون والزعتر اللي محشيين بالجبن ونعاود نرجع لكم من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي والتقديم كذلك. بعد ما طابوا حريشات صغار اولا اللي ماني حرشه بالزيتون وبالزعتر المحشيين اولا المعمرين بالفرماج بالجبن الابيض، فالشكل النهائي ديالهم كيكون بحال هكا. كما قلت ما نخليوهمش انهم يتحمروا بزاف، قطع ديال الزيتون كيكونوا باينين. غادي نقسم معكم وحده باش نشوفوا الفرماج كيفاش كيجي دايب. نقدموهم بالصحه والراحه مع اتاي او القهوه في الفطور وكذلك حتى في السحور. لما لا، انا شخصيا كيعجبوني الحاجات اللي هما كيكونوا مالحين في السحور، خصوصا الا كانوا هكا فيهم زعما حاجات اللي كيخليو الواحد انه يدوز النهار بكامل الطاقه والحيويه. نتمنى انه الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. غنخلي لكم رابط ديال اللي ماني حرشه بالحليب واللي منسمين بنكهه البرتقال، نخليه لكم في لو ان الفوق وكذلك في صندوق الوصف. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في ريوسكم، الى فرصه قادمه ان شاء الله.